غادي نبداو اليوم بالسي عبد اللطيف وهبي. السي عبد اللطيف وهبي انا جلست مع ناس كيعرفوك مزيان، كيعرفوك من البدايات ديالك، كيعرفوك شنو كتسوى. أنت وزير فساد، أنت وزير فساد. كرامته السيد رئيس الحكومة السابق عبد الحليم كريم قال له أنت وزير فساد، وأنا لا أقول بهذا. لماذا كرامته له؟ نفس الواقع، هذا صحفي درهم رمزي وبراءة، وهذا مليار والحبس. ونفس الواقع، نفس الصحفي، نفس البطائق الصحفية. كما قلت لكم التخصص ديالي هو القضاء المغربي الفاسد، وعلى راسه انت. داروا فلوس صحيحه، داروا المليارات المعلم على ظهر المغاربه، وعلى ظهر القضايا، وعلى ظهر الجرائم، وعلى ظهر التلاعبات المسطريه. النيابه العامه متورطه معك، مجلس الاعلام متورط معك، قضاة كثار متورطين معك، ولكن للاسف الشرفاء كاينين في وسط القضاء مساكن كيتفرجوا كيقول لا حول ولا قوه الا بالله. وكيتعب احيانا انني سافتح باب جهنم على المفسدين. وغادي نبداو بالقضاء، لان القضاء هو الركيزه الاساسيه، وهو اللي كيدمر باقي المجالات في المغرب، هو اللي كيدمر الاقتصاد، هو اللي كيدمر الحياه اليوميه ديال الانسان، هو اللي كيزرع الظلم والطغيان وسط جميع القطاعات، وتغول حتى وصل لواحد الحد اللي ما يمكنش يتخيلوا الانسان، وذلك بفضل مجموعه من الاشياء. غادي نبداو اليوم بالسي عبد اللطيف وهبي. السي عبد اللطيف وهبي انا جلست مع ناس كيعرفوك مزيان، كيعرفوك من البدايات ديالك، كيعرفوك شنو كتسوى، وحتى هما مصدومين من هادشي اللي كدير فيه، لان للاسف كاين فيهم ما واحد فيهم هو اللي جابك، هو اللي دخلك للسيركل. لان قبل كنتي غير كتبحلس وكتقول سيدي ومولاي وكتحني الراس وكتمسكن حتى تمكنتي انت. يطبق عليك المقوله ديال تمسكن حتى تمكن ديالك بالضبط. انت ابن تالودانت، ومن عائله ماشي شي عائله اللي غنيه، ولا عائله عاديه ماشي فهمتيني. للاسف الشديد هو ان الام ديالك ريفيه، وانا مستحيل ان يكون فيك شي نقطه ديال الدم مريافه. والام ديالك كيحكيو عليها واحد الانسان الله يعمر ليها الدار، ومن اطيب خلق الله، ومراه طيبه ورائعه. كيفاش ولداتك انت وداك خوك ديال الادويه الله اعلم بعلمه، لان عندك واحد خوك واحد اخر محامي تعمر ليه الدار، كلشي كيشكرو ومن اطيب خلق الله. انت ما عرف منين خرجتي، او لا ما عرف شنو العقد في الصغر اللي كانت عندك، لان الناس كيقولوا على انك لم تكن سويا جنسيا. هذه حياتك هذه، ومن حقك تكون كما بغيتي. ولكن راه ماشي عيب الانسان يكون كريسون. السي عبد اللطيف، كنتي كتخدم في الكار ديال باك، وكنتي كريسون، وبديتي من التحت وحتى انت فهمتي. غير الامس القريب والله العظيم الا كيحكيو كانوا كيكونوا في اجتماعات وكتجي كتبحلس السي ولا كتحني الراس كتمسكن، غير يدخلوك في السيركل وانت دير الكرون، وليتي امين عام ديال الحزب، صافي سحبك راك وصلتي، راك صافي وليتي انت هو ملك البلاد. شويه بشويه بدات العلاقات ديالك كتطور مع الاماراتيين، وتعرفتي على داك السيركل ديال ابناء زايد، وعطاوك المخطط علاش تخدم، وبديتي غادي كتقوي العلاقات ديالك. داخل تلاقيتي مع اخ نوش عاود تا هو اكثر منك مسؤولين من الدرجه الاولى، وبقيتوا خدامين. ولكن بغيت نقول لك واحد القضيه، انك راك وليتي اضحوكه. اصلا الناس اللي جابوك كيعضوا يديهم وكيقلبوا لك على فوقاش غادي يصيفطوك. وقريبا ما غاديش تطول السي وهبي، انا كنقولها لك، ياك من كنهضروا بعيد عليك بسبع عليك، قسما بالله ما غتطول. قريبا ستكون نهايتك السياسيه قريبا، وإن فوا تسالي ستذهب الى مزبله التاريخ. ما كاينش اللي غيسول فيك، حتى ذاك المحاماه ما كاينش اللي غيوصلك، لان التاريخ ديالك اسود في المحاماه. على من كنتي كتدافع على الخليجيين، وكتدافع على البارونات ديال المخدرات، وفاش جاو قالوا لك ودي راك انت كاين في المجموعه ما عجبكش الحال، وانت كترفع دعاوي وكترفع، كيخرجوا لك الناس الوثائق، ها انت راك شفار، راك سرقتي فلوس الدوله، ها الروسي. ولكن واخا هكا كتخرج عينيك لانك منافق. دابا الفيديوهات ديالك راه كاينين في يوتيوب، كتقول ان اخ النوش واخ النوش فاعل واخ النوش تارك واخ النوش انا كاع ما نديرش معاه حكومه وما هذا، وفي التالي وليتي كتضحك وعاجبك الحال وكتصور، كتطلع في السروال وكتصور ما تحشمش. وليتي كتبورد على المغاربه وكتقول لهم انا وقررت وفي رايي وانا بحال هو انت هو مول البلاد. وليتي كتهضر بانا ماشي نحن الحكومه ونفعلوا، لا، انا التصور ديالي انا كنشوف وانا غادي ندير. باش تعرف راسك كنتي ديما محروم وبقيتي محروم وغتبقى حياتك كلها محروم. ان الحقاره الانسان راه ماشي كيكتسبها، راه كيجيبها معاه من الصغر. الا كنتي حقير راك حقير من صغرك. وما فهمتش انا شنو مازال هذا الشعب هذا كيتسنى لك، وشنو مازال يعني ما فهمتش. درتي مشاكل مع المحامين، درتي مشاكل ديال المباراه ديال سميتو ديال المحاماه، مشكل مع المحامين اللي كدوز قوانين بلا ما توري لهم مسودات، بلا ما تناقش معاهم. سبيتي المغاربه، قلتي لهم انهم ابناء زينه، وانت اللي خصك تمشي دير لا دي ان ماشي المغاربه. كل مره كدير كارثه، وكل مره كتخرج كارثه، واخر خرجه خرجتيها قلتيها فمك، قلتي راه عارفكم يعني عارف الناس كيمقتوك، انت عارفها ومقتنع بها. علاش؟ لانك ما خليتيش ولا 1%، ما خليتيش ولا جزء صغير يذكروك به الناس بالخير او لا يشكروك عليه. التاريخ ديال كله اسود. وتلاقيتي مع العصابه المعلومه ديال المجلس الاعلى للقضاء والنيابه العامه والقضاة الفاسدين، ودابا راكم دايرين ما بغيتوا، استغليتوا المرض ديال الملك واستغليتوا بزاف ديال الحوايج. ولكن نقول لك واحد المساله، خدمتك، كاين ناس اخرى راه خدامه خدمتها.
عندك يسحبك. هذه راه دوله، هذه راه دوله، راه لا تترخص في شخص عبد اللطيف وهبي، ولا لا تترخص في شخص اخنوش. انتم فقط بيادق، انتم فقط شيفونات كيمسحوا بكم، كيقدوا بكم داكشي اللي بغاو وكيرميوكم في الزباله، وانت الزباله قريب ترمى فيها، ما بقالكش بزاف. صدقني ما بقالكش بزاف. وانا هنا في تحدي والله لا طلقتك لا انت ولا ديك العصابه اللي معك، واحد ما بقاش عندي شي شغل من غيركم. شغل ثاني من غيركم نتوما ما بقاش عندي انا، ساليت. في سلمت كل شيء، تخلصت من كل شيء، بقيتوا لي نتوما. غنبقى معكم الى حتى يبان الحق. وهاد الاشكال هذه ما خصكمش تسكتوا عليها المغاربه. هاد الشوهه اللي درتوا له مع المهداوي خصو شوهه اكثر من هذه، والشوهه خصها تستمر ما توقفش. يعني لو وقفات عندك يسحبكم راه كيحشم ولا كيراعي، انه هو من صالحه ان اللعبه ديال دعونا ننهبوا في صمت. دار فلوس صحيحه لا هو لا خوه، داروا فلوس صحيحه، داروا المليارات المعلم على ظهر المغاربه وعلى ظهر القضايا وعلى ظهر الجرائم وعلى ظهر التلاعبات المسطريه. النيابه العامه متورطه معك، مجلس الاعلام متورط معك، قضاة كثار متورطين معك، ولكن للاسف الشرفاء كاينين في وسط القضاء مساكن كيتفرجوا كيقول لا حول ولا قوه الا بالله، وكيتعاملوا بقاعده اضعاف الايمان. وهذا الشيء ما خصوش يبقى. اضعاف الايمان ما بقاش كافي، خصكم تنوضوا توقفوا على شغلكم. اضعاف الايمان ما بقاش كافي، لا حول ولا قوه الا بالله ما بقاتش كافيه مع هادو، ان هادو لا دين لهم لا مله لهم لا اصل لهم. خصهم التعامل بالقوه وخصهم المواجهه. هادو ما كيفهموش من غير الهراوه، ما كيفهموش شي حاجه اخرى، لانهم اش غنقول لك، حتى والله العظيم الا حتى الحمير اشرف منكم، لان الحمير على الاقل كدير شي خدمه وكتمشي كتاكل داك البرسيم حيت كتستحقوا، لان اما انتم جراثيم، لا ما كديروا حتى وزه وكتاكلوا كل شيء. واش غنقول لك، انا لكم بالمرصاد والله ما نطلقكم. دابا كما قلت لكم التخصص ديالي هو القضاء المغربي الفاسد، وعلى راسه انت والمجموعه والعصابه اللي معك، واحد كما قال له القذافي، زنقه دار. تحياتي للشعب المعتقل وسط الفساد.